داهمت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة بولاية تيمة يوم الخميس 16 مارس الجاري مصنعا سريا لتحضير عسل الشباكية بحي النصر وسط المدينة، مما أسفر عن حجز 1700 لتر من العسل المجهول المصدر. كما أسفرت هذه العملية عن حجز كمية كبيرة من العسل تقدر بحوالي 300 لتر، كانت معروضة للبيع داخل محلين تجاريين بالسوق البلدي بولاية تيمة، والتي تم تحضيرها بمواد مجهولة من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المواطنين. وقد تم إنجاز محاضر في حق المخالفين بحضور ممثل الأنثى والمكتب الجماعي قبل أن يتم توجيهها إلى النيابة العامة المختصة.